هذه رساله للتلفزيون العمومي الجزائري والمسؤولين تاعو، بما انه هاد الايامات هادو راكو قهمتونا بالاخبار تاع الجيران باللي بلد الجيران راهو في حاله واحتجاجات وغير الاخبار عليهم برك. انا تمني لو كان تحكي لي الواقع تاعك، باسكو الواقع تاعنا تاع صح والله ما كنت هضره في التلفزيون راكو تقولوا باللي كاين بنوات. انا الواقع تاعي عندي 4 ايام وانا حاصل بزوج بنوات فيهم لابسي قد هاك دونجي، خطر عليا كي نكون نمشي، ودرت والله غير ما لقيتهمش كامل. ونهار نلقاهم ان شاء الله معرفه ومنها راح نلقاهم بالك تريبل تاع الثمن تاعهم. هاد الاخبار هادو مثلا الواقع تاعي، لو كان تحكيو عليهم تما كنت تحكيو على المعيشه تاعي. احكيو لنا على الغلق تاع كلش، هذا بياسه صغيره هذا تاع الطاقه، شنو يطلع الطاقه دير وكيله واحد 10000 فلاشين باب زوار تدور عليها كومبلي ما تلقاهاش. بنشيد بأداء المنتخب المغربي، بنشيد بأداء المنتخب المغربي، بنشيد بالمنظر الأوروبي والإبداع في الأرض وفي الاستاد وفي الأجواء وفي كل حاجة وتنظيم حتى. يعني احنا حاسين ان دي مش بطولة أفريقية، دي بطولة عالمية. تحس ان المغرب دخلنا في أجواء ان احنا بنلعب في كأس العالم. الرباط نغزوها العبي بغيت تغزي الرباط نغزوها ماشي نغزوها نعم. كيف هي ظروف الإقامة بالنسبة للمنتخب الوطني؟ ماذا عن الفندق وملعب التدريبات، وأيضا كيف هي الأجواء هناك المناخية بمدينة الرباط؟ جو بارد نوعا ما كمان؟ عادي، ليس يعني نفس الجو الموجود في الجزائر، يعني حتى ما قبل الإقامة يعني عادي، وحتى نفس حس يعني الملعب تدريبات، يعني هي أمور عادية. المنتخب الوطني من خلال جميع مشاركته يعني تقريبا نفس الظروف المتواجدة خلال يعني مشاركات المنتخب الوطني في مختلف الكؤوس الإفريقية. اسمعوا معي رحبا بكم هذا المستوى نكملوا. في إطار كأس إفريقيا المقامة بين العصر وصلاة العشاء، تدرب المنتخب الوطني الجزائري على أرضية لكرة القدم. يعني مستوى حقير، أسلوب ركيك. يعني المنشط هذا ربي يهديه هذا تاع التلفزيون، خلينا نسمعوا هذه نقصوا يا يما على المغرب كي دايره، يا يما شو الأونكولار بسم الله ما شاء الله، يا يما على الأونكولار. على بالك ملي جيت المغرب وانا نشوف أونكولار، جيت ديك الجزائر تقول كاش واحد طلع للسما السابعه وخر علينا من فوق قهويه يا جد. مش تطور، لا، ده انقلاب في مفهوم الملاعب الافريقيه. اول مره اشوف ملاعب في افريقيا بالجمال ده، جمال يخليك تعيد حساباتك. دي دوله بتكسر القاعده وبتكسر القاره كلها. مملكه المغرب ما تفوقتش، مملكه المغرب صححت المنافسه، رفعت سقف الطموح لدرجه ان اي دوله ثانيه ناويه تستضيف لازم تسال نفسها سؤال بسيط: احنا جاهزين ولا هيطلع شكلنا وحش؟ الملاعب في المغرب مش مجرد بنيه تحتيه، لا، دي رساله عقلانيه جدا. احنا بنشتغل بمعايير عالميه، واللي عايز ينافسنا لازم يشتغل بجد مش بشعارات. المغرب مختلفه ان شغلها مش انفعال، شغلها تخطيط، رؤيه، تنفيذ. ملاعب مذهله مش معموله اي كلام، ملاعب هيبه. واللي يشوفها يفهم ان المغرب ديت تنقل القاره، نقله تاريخيه، يا تلحقها يا تتفرج عليها. ديما مغرب. ونزيد نقول لك درك نروح لك بعيد، نمس هذا مش كرامه الجزائر، باسكو راهو يمدح في المغرب، صح، اسكو سي نورمال. ما قلتلكش تكلم بالسوء على بلد اخر، لكن تحترم بلدك وما تمدحش البلدان الاخرى. انت راك جزائري يا اخواننا. انا في المغرب، شوفوا الجمال ما شاء الله، تمام ما شاء الله. والله يا اخواننا نسمع عن جمال المغرب لكن ما شفناه. شوفوا والله جميله جميله جميله. اي نعم يا اخوان، هذا الجمال في المغرب، والله العظيم جمال ما شاء الله تبارك الله. شايفين البنى التحتيه، شايفين المواصلات العامه، عندهم الترام وعندهم القطار وعندهم الحافلات وعندهم كل وسائل المواصلات. أنا جاي من مصر أول مرة أزور المغرب بصراحة، وحقيقي البلد دي خطفت قلبي. يعيش المغرب. طب ليه مش بتقولي كمان يعيش الجزائر؟ ها؟ لا يا عم، يعيش المغرب وبس. أنا بعشق المغرب. تفرجوا برجولية الكيران عجبوني برشا في المغرب. تفرج العباد كيفاش تخدم في بلادها،
تفرج ما شاء الله، شوف نظافة والعفافة، عباد قاعدة تخدم قاعدة تقدم. شوف البلاد كيفاش. نتمناو يشوفوا حال تونس شوية ويقدموا بالبلاد شوية، ولازمنا نخدموا شوية على البلاد نتاعنا وما نحسدوهمش، ولكن ان شاء الله ربي يعطينا كما عطاهم. منظفها تفرج تفرج الشارع كيفاش، تفرج الكيران، تفرج كيران ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكما نقولوا ما حسدناهمش، ولكن ربي يعطينا كما عطاهم. شنو هذا المغرب ولا وين احنا توا؟ ملا عالم وملا نظام وملا اناقه وملا احترام وملا استقبال وملا المغرب هذا. اخويا اول زياره للمغرب حقيقه منبهر باتم معنى الكلمه بالبلاد هذه. تعبان سافر المغرب، مريض نفسيا سافر المغرب، فلس سافر المغرب، عندك مشاكل عائلية سافر المغرب، عندك مشاكل زوجية سافر المغرب، عندك مشاكل في المعدة سافر المغرب، عندك مشاكل في البنكرياس نفسي سويت عملية سافر المغرب، مالك خلق سافر المغرب، طالع الدنيا من عينك سافر المغرب. المغرب أول ما تهبط الطيارة داخل المطار والله العظيم أول ما كنتي متوقع المغرب هكا ولا تجيتي وتفاجأتي؟ انا والله غير انا على بالي بلي المغرب زعما هاربين، مي كي جيت والله غير خلعت. انا عجبوني لي زانفراستركتور لي ستاد، الشعب تاعكم حطنا فوق راسو. الله يبارك يا خويا يعطيكم الصحه. حسيتي براسك غريب ولا عادي كانك وسط بلادك؟ لا انا حسيت روحي في بلادي، نعود نجي انا كل عام نجي لعندكم خلاص ان شاء الله. اني والفت. الى الجزائريين شافوا هذا الفيديو شنو تبغي تقول لهم على المغرب؟ يا ليكيب غير ارواحوا وما تامنوش واش كاين في لي ريزو. انا خاوتي تعال. صدمة يا اخوان، والله ماني في سويسرا ولا في اوروبا ولا في روسيا، انا تحديدا في افران. ويا جماعة الخير كيف الاجواء الرهيبة والجميلة. انا مصدوم من هذه المنطقة اللي اكثر من رائعة ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف الثلوج مغطي علينا ما شاء الله تبارك الله. اي شخص يجي المغرب هذه المنطقة لازم يزورها في الشتاء. Très grande rencontre, c'est une très belle affiche. Donc vive le Sénégal, vive l'Algérie. Merci. Vive le Sénégal, vive le Maroc. Et vive le Maroc. L'Algérie. Le Maroc. L'Algérie. Le Maroc. L'Algérie. Daïma Maghreb. Merci beaucoup, bienvenue. وبقى فيا الحال.